يكون في مشكله في التقفيل او مشكله في التربيط. بص هنا كده، هز يا باشا، الماكينه بتنهز قدامك اهيت. تمام، مفيش حاجه هنا اهي. بص بقى الناحيه الثانيه كده، بص بقى هنا. تعالى يا باشا هز من الجنب الثاني بعد اذنك. هز لي من الجنب الثاني كده، هز جامد. بص يا باشا، واحده واحده كده، واحده واحده. طيب، طيب خدت بالك يا باشا من الجلده؟ بص الجلده والطبق. بس يا باشا ثواني، بص لي بقى هنا يا باشا كده بعد اذنك، ركز معايا كده. بص يا باشا المساعد هنا، بص يا باشا مساعد من نفسه سايب. بص سايب اهو. خليك بقى معايا كده. احنا قلنا دلوقتي المشكله ان هي قلت لك ممكن يكون انا قفلت. الراجل دلوقتي لما قال لي ان المشكله عندي بعد ما غيرت المساعدين بدات معايا الخبطه، طبيعي على طول هو مفيش عندك غير حلين اتنين: يا المساعد من فوق ما اتربطش كويس، يا اما المساعد من تحت مسمار 19 ما تشدش عليه كويس. وده ال 19 من تحت هيديك خبطه في المطب، النقره الجامده هتبان معاك الخبطه. طب اللي فوق هتبان معاك النغمشه بتاعتها. لو بصينا هنا كده تعالى، بص يا باشا هنمسك احنا دلوقتي المفتاحين اهمن وهنشد. ده مربوط جامد اهو، تمام، متكتف عليه. لو احنا جينا هنا برضو ونبص، برضو متكتف. بص متكتف اهو.